معنا من الجزائر مراسلنا كمال زيت. كمال، بداية ما التفاصيل المتوفرة لديك حتى الآن حول هذا الاعتداء؟ نعم، في الحقيقة هي التفاصيل قليلة. ربما لأول مرة عندما يقع حادث بمثل هذه الضخامة يصعب الوصول إلى تفاصيل وحتى التأكيد. استغرق الأمر عدة ساعات حتى نعرف أنه فعلا وقع هناك اعتداء في بلدية أو في ولاية عين الدفلة. السلطات كما قلت أنت لم تؤكد لحد الآن ولم تصدر أي بيان حول هذه العملية. بحسب المعلومات التي حصلنا عليها فإن الاعتداء وقع على موكب عسكري في الساعات الأولى من صباح اليوم، عندما كان هذا الموكب العسكري يتجه إلى السكنة بعد عملية تمشيط بمنطقة تيفران التابعة لبلدية طاس بن زياد بولاية عين الدفلة كما قلنا، التي تبعد عن العاصمة الجزائرية بحوالي 150 كيلومترا غربية العاصمة. هنا في الوقت الذي كما قلت كان الموكب العسكري يستعد للعودة إلى السكن، فوجئ بكمين أصابته جماعة مسلحة يجهل عدد هذه الجماعة، يجهل أيضا انتماؤها، حتى وإن كانت المعلومات المتوفرة لحد الآن تشير إلى أن التنظيم المسمى أو الجماعة المسمى تنظيم الخلافة أو جند الخلافة الذي سبق أن أعلن ولاءه لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش، والذي يكون وراء هذه العملية. لكن لحد الآن كما قلت يصعب عن الكلام عن أو التحديد بالضبط الجهة التي تقف على الاعتداء، خاصة عند غياب معلومات رسمية ووجود عدم وجود أي جهة تتبنى العملية. عندما وقع الكمين صار وقع تبادل او جرى تبادل اطلاق النار بين الارهابيين وبين الجنود الجيش، والحصيله كانت المتداوله لحد الان وهي غير رسميه، تتحدث عن 11 قتيلا، بعض يتحدث عن 13 قتيلا، والبعض يقول ان الحصيله اقل، بعض يتحدث عن قتيلين فقط. لكن لحد الان الحصيله النهائيه لم تعلن فقط بعد من طرف السلطات الجزائرية في انتظار تأكيدات خلال الساعات القليلة القادمة. طيب، إذا هجوم هو الأكبر ربما منذ عدة سنوات، منذ مدة طويلة على الأقل. ما التأثير الذي يتوقعه المراقبون هناك في الجزائر كمال؟ الأكيد أن شهر رمضان الذي مضى كان من أكثر أشهر رمضان هدوءا. السلطات كانت متحكمة في الوضع، لكن خلال الأيام الأخيرة بدا نوعا من القلق. قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح قام بجولة خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان إلى كل النواحي العسكرية، وطالب بضرورة توخية الحذر، وأكد بأن الوضع غير مستقر وبأن الجزائر مستهدفة وأن عمليات يمكن تنفذ في الجزائر. وهو الامر الذي ربما يفسره ما وقع في عين الدفله. كان هناك شعور لدى السلطات وحتى لدى المواطنين بان الامور ليست على ما يرام، وان هناك اشياء تحضر. وكما قلت السلطات سبق وان حذرت وقالت بان هناك عمليات يتم التحضير لها، بالاضافه الى تلك التي تم افشالها من طرف قوات الامن. وهذا يدل بان الجزائر ربما مقبلة على فترة جديدة بعد الهدوء الذي عاشته لسنوات خلال الفترة الماضية. الجماعات المسلحة الآن ربما تبحث بنفسها عن طريقة جديدة للتعود بها إلى المشهد من خلال الدخول أو الانزلاق تحت لواء تنظيم الدولة الإسلامية داعش لضرب الجزائر وارتكاب الجرائم التي وقعت صبيحة اليوم. شكرا لك على هذه التفاصيل كمال زيت.